بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة طيبين بقى يا جماعة. بصوا النهاردة بقى انا كنت جايبة الحنة دي او الصبغة دي، هي تقريبا اسمها بلد. فالنهاردة هقول لكم انا عملتها ازاي في البيت وطريقة تحضيرها. اذا ربما يعني حد حابب يجيبها ولا حاجة وخايف انه يجيبها مثلا، او حد عايز يصبغ شعره، او احنا داخلين خلاص على العيد اهو. فانا كنت جايباها عشان اعمل لنفسي بصراحة، وقلت ايه اما اعمل للبنات برضو كده كام خصلة يعني. تمام. طبعا لو انت شعرك هتعملي شعرك كله يعني وكده، ولو شعرك تقيل شويه او طويل شويه هتجيبي علبتين من دول، لكن احنا كنا هنعمل خصل كده مش هنعمل شعرنا كله يعني. فعشان كده جبت علبه واحده بس. تقريبا دي انا كنت مش فاكره، انا كنت جايباها ب60 ولا ب70 جنيه حاجه زي كده. بصوا بقى محتويات العلبه. اذا ما بتفتحوا كده العلبه بتلاقوا الاول معاها النشره دي، لازم تقراها كويس جدا. اقراوا النشره دي حلوه قوي قوي، وشوفوا الاحتياطات اللي فيها والحاجات اللي فيها، لازم ضروري تقراها كويس. وفيها جنب عربي اهو، يعني دول عربي كده، وفي حته بقى بتبقى انجليزي، فاللي ثقافته انجليزي يقرا بالانجليزي. انما احنا ثقافتنا عربي. تمام. احنا بنفهم عربي بالعافيه اصلا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. وبصوا بقى، وبيجي معاها ايه اللي هي انبوبه دي اللي هو الاكسجين او المحلول ده اللي هو الاكسجين. وبيجي معاها الانبوبه التانية اللي فيها الصبغه اصلا. وبتيجي معاها جوانتي كده، وبيجي كمان كيس كده فيه بلسم او حاجه كده، يعني بتغسل بقى شعر بعد ما بنغسله خالص بقى وينضف. نقوم حاطينه على الشعر ونشطفه كمان شطفه، ده بينعم الشعر وبيطريه شويه وبيثبت اللون شويه. تمام. والمرطب ده، برطمان المرطب ده طبعا مش مع الصبغه، ده هو المفروض يبقى عندك اصلا. المرطب ده هنعمل بايه؟ هقولك دلوقتي. المرطب ده بنحطه على القرى كده من فوق، او على رقبتنا من ورا، او من ورا ودنا كده لو انت هتعملي بالصبغه جامد، لان الصبغه ممكن لو جت على الجلد بتحرقه، لان بيبقى محطوط عليها اكسجين، فالاكسجين ده اصلا ماده كاويه يعني. فاللي هو بناخد بالنا يعني. وحاولوا لما تيجوا تعملوا تصبغوا ما تجيبوش من فروه الراس من تحت خالص، لا سيبي سنتي كده وبعد كده اصبغي. تمام. واللي عندها الاول برضو يفضل، يعني مكتوب كل الكلام ده مكتوب في النشرة، يفضل اللي عندها حساسية مثلا، او جلدها حساس وبيحمر بسرعة بتهرش من اي حاجة كده ما تعملش. وكمان يفضل ان انت تجربي الاول في خصلة كده من شعرك. لو لقيت اي اضرار جانبية، اي حاجة لا قدر الله، الشعر وقع، الشعر اتقطع، جلدك التهب، اي حاجة ايا كانت بقى، بلاش تكملي يعني. اللهم صل. بصوا بقى، وبعد كده اما بتيجي تخلطي الصبغه، او لو انت بتعملي فرد للشعر او اي حاجات من الحاجات دي، يفضل ان انت تعمليها في علبه ازاز، او مش عارفه ايه، بايركس ولا ايه، او صيني او كده يعني. بلاش حاجات بلاستيكات يعني والومنيات وكلام من ده لانه بيتفاعل. بصوا بقى، انا الاول صفيت كل اللي في العلبه اللي هي الصبغه. كل ما بتقعد على فكره تحس لونها بيحمر، يعني انا كنت وانا مطلعاها من العلبه كانت بيضه. كل ما بتقعد كده ما تعرفش بتعمل ايه في الجو كده، بتتاكسد ولا ايه، لونها كل مدى بيحمر. ونزلت عليها بقى بعلبه الاكسجين كلها. طبعا بصي عصوري علبه الصبغه دي كلها، ما تسيبيش فيها ولا سنتوف. اللهم صل على النبي. وجبت بقى معلقه كده، انا مش بعملها في الاكل يعني ولا حاجه، وقلت ايه اقلب حلو قوي. وكمان البوله دي اصلا مش بستعملها في الاكل لان فيها حته كده مكسوره صغيره، فمش بستعملها في الاكل خالص. فانا قلت خلاص دي بقى اسيبها للصبغه او لاي حاجه ممكن نعملها حاجه زي كده مثلا. وكمان جايبين صبغه كمان للضوافر، فابقى اعملها فيها بقى. احنا بنجيب للضوافر، انا عن نفسي بحب للضوافر الصبغه اللي هي السمراء او الحنه السمراء. فما بنلاقيش بصراحه حنه سمراء بتستحمل وبتطول كده خالص يعني. جبنا كذا حاجه وكذا نوع، والحاجات اللي بتتباع في الصيدليات دي مش حلوه، بتبهت كده ومن غسيل معينتك تبص تلاقي اللون بهت ومش حلو خالص. فبقينا بنجيب صبغه الشعر السمراء دي وبنستعملها استعمال اخر، بنعملها على الضوافر او بنعملها زي الحنه على ايدينا يعني وكده. كده بصوا بقى، انا قلبت الخليط اهو. بصوا كل مدى على فكره بيقعد يحمر، يعني هو الوقت باين ان هو برتقاني، بس كل مدى بيحمر. كل ما بسيبه بيحمر بزياده. هتلبسي بقى الجوانتيات طبعا ما تجازفيش وتقولي اعمل بايدي، اوعي تعملي بايدك، ايدك لا قدر الله تتحرق. البسي الجوانتيات دي وكده فاهمه، واعمليها بقى باستك زي ما انا هعملها كده. انا جبت استك من بتوع الشعر دول، وعملت كل جوانتي كده من فوق عشان خاطر ما يزحلقوش، عشان تعرفي تتحكمي يعني حلو. تمام. طبعا بقى احنا في عيد بقى يا جماعه ونفرح ولادنا واللي تقدر على حاجه اعملوها بقى. طبعا انتوا عارفين البنات بتحب الحاجات دي اصلا في العيد بقى، الصبغه والحنه والمونيكير والحاجات دي كلها. يعني هما جايبين مونيكير وجايبين كمان صبغه عشان نعملها على الضوافر. مش عارفه هما الاتنين هيتفقوا ازاي مع بعض. ممكن انا اعمل الصبغه على ضوافري، بس هما كده يعملوا مونيكير ويحطوا بقى الصبغه على ايديهم بقى، يرسموا بقى ورد ولا مش عارفه يعملوا ايه لسه يعني. اللهم صل على النبي. بس انا قلت ايه اجرب انا اول مره بصراحه. ايه. هنرجع بقى تاني اهو.
زي ما قلت لكم، اللهم صل على النبي، بنفرح كده اولادنا كده وبناتنا وبيبقى عيد، واي نعم احنا بنبقى ملبوخين في ترويق الشقه وكده، بس معلش بقى ايه يعني، لاجلوا عيونهم يهونوا كل حاجه. اللهم صل على النبي. جبت بقى ايه كبش الفدا الاول جبت يومنا الاول، قلت اما نجرب فيه. بصوا بقى، شوف انا بحط الكريم المرطب فين، على القرى من هنا كده، وتحطي بقى من ورا الودان وفي الرقبه من ورا. تمام. انا زي ما قلت لكم احنا هنعمل خصلات في الشعر، يعني مش هنعمل شعرنا كله احمر نبقى هيفقوه في كده في نفسنا، لا، هنعمل خصل خصل بس كده، وحاجه تفاريح يعني، بس كده دخلة عيد وتغيير وكلام من ده بس. ماشي. فانا ايه، مش هعمل شعره كله، فعشان كده احنا جبنا علبه واحده بس. انا بقى لو في بالي بقى وكده، بس انا كنت وانا بشتري المشتريات دي كنت ملبوخه وكنت صايمه وكان حالتي بلا يعني. كنا جبنا صبغه حمراء وصبغه صفراء، اللي هو بقى ايه، نعمل خصله حمراء وخصله صفراء. بصوا ايه رايكم في الميكس ده كده؟ بجد والله لسه جاي في بالي دلوقتي، بس يلا متعوضه ان شاء الله. بمسك بقى، طبعا هو ريحته رهيبه. شوفوا يومنا اصلا ساعه ما حطيته لها على شعرها قلت لها غمضي عينيك عشان ما يضايقش عينيك، لو ممكن بيشعط في العين على فكره. انا ساعه ما جيت بدات اعمل لها وكده، حسيت ان عينيها بدات تشعطني. فخلوا بالكم بقى، خلوا ولادكم كده يغمضوا عينيهم او يلبسوا حاجه على عينيهم احسن، لو انت هتعملي من الجنب اللي قدام ده كده يعني. والريحه كمان ما تخلوش يشموا حاجه يعني. تمام. شوفوا اللون كل مدى كل ما بيقعد بيثبت، كل ما بيقعد كده بيثبت. اهو انا بعمل بقى، بصوا بقى على قد انت ممكن تجيب الفرشه بتاعت الصبغه اصلا. انا كنت وقت ضيق، لو كان قدامي وقت كنت بعت جبتها والله من الصيدليه، مش غاليه خالص على فكره. بس انا كنت ايه، الكلام ده كنا يوم الوقفه، اللي هو وقفه الوقفه يعني، فاهمين، اللي هو قبل الوقفه بيوم على طول بالظبط. فاللي هو وقتنا ضيق جدا، بنشيل في السجاد وبنشيل في الحاجه وملبوخه ومش عارفه اعمل ايه بصراحه. يعني ربنا يعين كل ام بجد يعني، وكل واحده مسؤوله عن بيت، ربنا يعينها يا رب في اليومين اللي زي دول. بتبقى لبخه جامده والله بصراحه. فانا عملت لها بقى الخصلتين بتوعها كده، قلت لها خلي كده الصبغه دي، بصوا بس بقى على الشهر تقريبا نص ساعه، نص ساعه بيكون صبغت حلو كده. وبعد كده جبت بقى كبش الفدا التاني جنى. جنى ما كانتش اصلا في البيت والله، وبعدت جبتها لان لو كنا عملنا من غيرها كانت هتزعل. ويارا عملت كمان، وانا عملت، ياسمين الوحيده اللي ما عملتش. ونعناع طبعا ما عملتش لان طفله صغيره مش هتنفع تعمل كده. فجانا بقى ايه، بعمل لها بس شويه اللي من فوق دول كده بس، توزعي حلو كده، وحاولي ما تجيبيش على فروه الراس. كل الكلام ده هتلاقيه في النشره المكتوبه في الحنه، ان انت ما تجيبيش على فروه الراس، وان انت تحطي كده حاجه مرطبه الاول على جلدك. وجربي الاول كده في خصله، جربي كده الاول ايه، خصله صغيره، لقيتي اي حاجه مش عاجباكي ما تعمليش. بصوا بقى انا كده كنت خلاص عملت العيال، وقعدوا كده تقريبا نص ساعه، ودخلت بقى غسلت لهم شعرهم حلو قوي، تغسلي بقى حلو قوي لحد ما اللون بقى يروح خالص. اللون الاحمر ده انت بصي، انت بتغسليه كده تحت الميه بينزل بقى ميه حمراء خالص، تقعدي تغسلي بشامبو كده لحد ما الميه اللي بتنزل من الشعر تبقى بيضه زي ما بتغسلي شعرك العادي. تمام. وبعد كده بقى ايه، بتعملي بالبلسم اللي هو جاي معاه. بعد ما خلاص تخلصي والميه تنزل بيضه من شعرك، تعملي بقى بالبلسم اللي جاي معاه عشان يثبت اللون زياده. بصوا بقى، هو كده كانت جانا خلصت فعلا، هو اللون والله باين، بس في الكاميرا كده مش باين، مش عارفه ليه. يعني هو باين خفيف قوي، بس هو باين واضح، وكمان في النهار بره بيبقى باين اكتر. وكمان اللون ده يا جماعه مش احمر فاتح، ده نبيتي. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، وحطوا لي كده لايك للفيديو، وكل